احنا مش مختلفين، لكن احنا زي كل الناس واقوى كمان. ازيك يا كنزي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويسه. عندك كام سنه يا كنزي؟ 14. 14. اه. اوكي، بقالك انا عارفه ان انت مش عايشه في مصر بقالك كتير. يعني لسه جايه بقالي 8 شهور حوالي كده. 8 شهور؟ اه. ايه الاكسبيرينس بتاعتك اللطيفه في مصر؟ مصر حلوه جدا مم. وناسها طيبه، بس فيها مشاكل كتير يعني. اوكي، هنيجي عند المشاكل. اهدي عليا اهدي عليا، هنيجي. بس انت اصلا مصريه؟ بس انت كنت عايشه بره. طب حلو، قولي لي يا كنزي، انت ايه اكتر حاجه بتحبيها في نفسك؟ انا بحب اسمع لكن الناس، بحب احل حاجات كتير. ايه كمان؟ في ناس بتقول انها طيبه بس انا مش شايفه كده قوي. انت مش شايفه انك طيبه؟ يعني ساعات. اوكي، انت اصلا يعني في اي وقت من الاوقات مره عمرك قعدتي تفكري مع نفسك كده انت بتحبي نفسك ليه، او احنا ليه لازم اصلا نحب نفسنا؟ عشان نحب الناس، يعني عشان نعرف نحب الناس لازم نحب نفسنا. حلو، حبيت الاجابه. طيب ايه اكتر حاجه بتكرهيها في نفسك؟ ان انا بتعصب. عصبيه. اوكي، طيب ايه اكتر حاجه بتخافي منها؟ خوف في العموم. الضلمه. الضلمه؟ بجد؟ بجد؟ اه. طيب ايه الحاجه اللي انت شايفه ان انت مميزه فيها؟ ان انا بسمع كتير. بحل المشكله اللي بسمعها. لو قلت لك ابعتي مسج لنفسك على الواتساب دلوقتي، تكتبي لها كلمه، تقولي لها ايه؟ بحبك. ايه عيبك من وجهه نظرك انت؟ ان انا لما اتعصب ما بنزلش. لما بتتعصبي ايه؟ ما بنزلش. اوكي. لو حد عمل حاجه ما حبيتهاش مش مستحيل انساها. شياله يعني. اوكي، مين اكتر حد بيعصبك؟ اخواتي. ومين اكتر حد بيهديكي؟ ماما. اوكي. طيب بما ان انت جايه من بلد غير مصر وبقالك في مصر 8 شهور، فاكيد كل بلد ليها الاتيتيود بتاعها، صح؟ طيب احنا هنا بنتكلم على جنزي. ايه الفرق ما بين جنزي الامارات وجنزي مصر؟ ان هما منفتحين اكتر يعني. ثانيه، مين اللي منفتحين؟ وضحي. جنزي الامارات. الامارات منفتحين اكتر من مصر؟ لا، وضحي لي بقى الفرق. يعني البلد امان، عادي يخرجوا للساعه 2 و3 بالليل بره، بالذات البنات يعني. واضح ان انت فعلا بقالك 8 شهور بس في مصر. وبيعملوا بقى حاجات تانية كتير، الخناقات بتبقى اكتر. يعني شفت كام خناقه في مصر مش بيبقوا زي اللي في الامارات وكده. بالذات في يمكن حبيبتي عشان انت لسه ما شفتيش بس. بس كده بقت الحاجات نفس الحاجه. اوكي، طيب جنزي من وجهه نظرك انت جريء ولا بجح؟ جريء قوي. جريء قوي. مظلوم ولا محظوظ؟ لا، مظلوم. وضحي. انتوا بتفتكرونا الجيل اللي خلاص اللي هو بايظ، حاجه شبه كده. بس احنا لا، فينا حاجات كويسه كتير. اديني حاجتين من الحاجات الكويسه. بنطلع حاجات جديده. يعني ايه بنطلع حاجات جديده؟ مثلا نعمل بيزنسز جديده، افكار محدش طلع بيها قبل كده. كنزي، انت النهارده جايه لنا علشان انت في حاجه عايزه تتكلمي فيها. صح؟ عندك موضوع نفسك تتكلمي فيه ونفسك تتسمعي فيه، صح؟ وهو ان انت عندك ديسلكسيا، اللي هي الديسلكسيا دي اللي هي عسر القراءه والكتابه، صح؟ صح. اكتشفتي امتى ان انت عندك ديسلكسيا؟ وانا 8 سنين. مين اللي اكتشف؟ المدرسه لما سافرنا دبي. المدرسه مش البيت؟ المدرسه الاول. هو البيت كان حاسس، بس المدرسه هي اللي عملوا تيست. ايه الحاجات اللي خلت المدرسه تكتشف؟ ان انا كنت في جريد عالي، جريد 1 تقريبا، ولسه مش بعرف اقرا واكتب زي بقيه الناس اللي معايا في الكلاس. اوكي. قالوا لا لازم تعمل تيست وكده، تشوفوا فيها ايه. المدرسه دي كانت في الامارات؟ تمام، كملي. فماما خدتني وبابا اعمل تيست، وطلع ان انا عندي ديسلكسيا. اوكي،
تفهمتي الموضوع ازاي وانتي صغيره، او مامي فهمتك الموضوع ازاي؟ قالت لك ايه؟ لايك حاولت لايك انا ما فهمتوش وانا صغيره، انا فهمته لما بدات بقى اخش جريد 6 و7 ان انا لايك لا انا مختلفه شويه، بس لايك انا ما فيهاش حاجه غلط. طب ممكن توضحي لي مرحله الديسلكسيا واصله لحد فين؟ كنت ليفل عالي جدا، لايك كنت على ليفل في الديسلكسيا، سيفير ديسلكسيا. يا سيفير. فبعديها لايك كنا بناخد ليسنز في دبي عشان نقوي لايك الموضوع ان احنا نقلل الديسلكسيا. تمام. فيعني الكلاسز دي بدات تنجح، وبعديها لايك حصلت لي مشكله في المدرسه، فقلت ان انا اسيبها وهخش اونلاين. طيب. فسبت المدرسه ودخلت اونلاين، لايك الليفل بدا ينزل لما بدات اونلاين. فيعني ماما كانت بطلتي السيشنز اللي كنتي بتاخديها وبقيتي مدرسه اونلاين؟ اوكي. فلايك الليفل الديسلكسيا بدات تعلى تاني، بدات انسى كل حاجه، ولايك الدراسه بدات تقل. فبعديها جينا مصر، كانت بقى السمر فيكيشن بدات، فكانت فيكيشن عادي، الاجازه. اوكي. بعديها بدانا مدرسه، مفيش مدرسه كانت عايزه تاخدني. ده هنا بقى لما جيتي ولا مدرسه رضيت تقبل؟ انتوا كنتوا بتخشوا بصراحه جدا ان انت عندك ديسلكسيا، عسر قراءه وكتابه، وكنتوا بتقولوا ده للمدرسه ولا مدرسه كانت بتقبل؟ الرفض كله كان بيجي ان احنا ما عندناش استعداد للحاله دي، صح؟ واحنا برضو كان ورقي مش خلصان، حتى ورق اخواتي، بس اخواتي دخلوا عادي. مدرسه كانت كل مدرسه تتحجج لك لا الورق مش خلصان. معلش لحظه، المدارس بصراحه قالت ان احنا مش هناخد الحاله دي، ولا كانوا بيتلككوا باعذار تانية؟ في مدارس كانت بتتلكك باعذار تانية، وفي لايك مدارس كانت بتقول لا احنا مش عندنا الكلام ده، مش عادي. طيب فعملتي ايه بقى؟ بدأنا نشوف لايك مدارس اكتر، وكنا حتى بنفكر ان احنا نكمل اونلاين لايك السنه دي، وبعديها لقينا مدرسه. بس عشان مدرسه اونلاين ولا بتروحي؟ لا بروح. عشان لايك ياخدوني. قالوا برضو لازم الورق، فلايك كملت الترم الاولاني اونلاين عشان ما اضيعش حاجات. بعديها لسه بادئه. انت المفروض في جريد ايه دلوقتي؟ 8. طيب. فبدات من اسبوعين. هما مش واخدين فكره الديسلكسيا. يعني ايه مش واخدين فكره الديسلكسيا؟ حاسه ان هما مش فاهمينها قوي، يعني هما لايك مش بيعاملوني كأني طبيعيه، لايك بيعاملوني كأني مش طبيعيه قوي. فلايك كنت اول اسبوع قاعده في قسم اللي هو الناس لايك اللي مش طبيعيه قوي. فيعني الناس اللي مش طبيعيه دي اللي هي ايه؟ هي المدرسه فيها قسم للكيسز ايا كان ايه هي الكيس دي، للحالات ايا كان ايه هي الحاله دي، صح كده؟ فهم كانوا حاطينك في القسم ده، وهم مش فاهمين انت عندك ايه. يعني طيب انا اتعاملتي ازاي بقى الاسبوع الاولاني ده؟ هو ما كانش لايك اخر يوم ونص قضيتهم في الكلاس، بس لايك كانوا بيعاملوني لايك لا كان كل لايك تيتشر تيجي تقعد معايا، كانت تيجي تقول لي طب يلا نقرا ده، لايك مش حتى نقرا، لا اقري ده، اعملي ده. هما مش فاهمين الفكره. هي مامي راحت معاكي وفهمتهم ان انت ما بتعرفيش تقري؟ هي ماما فهمهم من الاول وهم قبلوا على الاساس ده. امال ليه المدرسه بتقول لك اقري معايا؟ عشان هما ممكن محدش يكون عرفهم ان انا كيس ديسلكسيا، او هم مش فاهمين الموضوع. بس طب ممكن اسالك حاجه؟ لقيتي في الوقت اللي انت قضيتيه في المدرسه ده اي كيس تانية زيك ديسلكسيا؟ لحد دلوقتي لا، ولا كيس. فلاك كانوا لايك بيستغربوا ليه، واصلا نص اليوم كنت بقعد وما بعملش اي حاجه خالص. فلاك اخر يوم ونص نزلوني جريد 8. هم اصلا عايزين يخلوني اروح 7 تنزلي سنه. ليه؟ عشان ديسلكسيا وكده. طيب بس هي نزولك سنه مش هيفرق في الديسلكسيا في حاجه؟ لا هما بيقولوا ان ده احسن لي عشان هدخل هاي سكول، فهتبقى اصعب. معلش ثواني، نزولك سنه هيفرق في الديسلكسيا في حاجه؟ لو رجعتي جريد 7 هيخليكي تقري بالظبط. طب ليه مامي ما شرحتش الكلام ده؟ مامي شرحت، وعشان برضو الورق الاونلاين هما مش حاسبينه. المدرستين اللي كنت فيها قبل كده واللي فيها دلوقتي مش الاونلاين، هما مش حاسبين. فعايزينك تعيدي جريد 7 من الاول.
هو انت دلوقتي في جريد 8؟ هم دي قربت تخلص، هم عايزين يرجعوكي 7؟ هم دي حاجه غريبه بيقولوا قوي. ان الورق مع الوزاره لسه، فهم هيشوفوا الوزاره هتقول طيب ايه. انت في اي وضع بقى دلوقتي في المدرسه؟ انا بنزل جريد 8 وبطلع حصتين، اي حصتين. هم بيقولوا لي في اول يوم اطلع انهي حصتين احضرهم فوق. المكان اللي هو مخصص للحالات. بتحضري حصتين فيه ايا كان ايه هم اللي بيقولوا لك ايه هم؟ في اول اليوم، وبعد كده تحضري بقيه الحصص في جريد 8 عادي. طب معلش، الاستفاده ايه من حصص اليونت دي؟ المشكله ان هم مش بيدوني حاجه للديسلكسيا، مش مثلا بيعلموني يلا يلا نحاول نقرا الكلمه دي، يلا نحفظها. امال بتطلعي تعملي ايه في اليونت؟ بيعيدوا نفس الكلام اللي التيتشرز قالته تحت، بس ليكي فوق لوحدك. انا كده فاهمه. انت كده فاهمه، قصدي في اي نتيجه يعني، في اي بيحاولوا معاكي باي طريقه مختلفه، ولا هي نفس طريقه الشرح اللي تحت هي اللي فوق، بس المره دي 1 to 1 لوحدك؟ 1 to 1 بس انت مش دي مشكلتك اصلا؟ مش دي مشكلتي بالظبط. وحتى بياخدوا وقت ان هم يجوا لي، يعني ممكن نص الحصه تفوت ومحدش لسه قاعد معايا، وانا برضو حاسه ان ما بعملش اي حاجه وهما مش فاهمين حالتي، وبضيع وقت بس يعني في المدرسه. طيب ايه اكتر حاجه يا كنزي عديتي بيها من ساعه ما جيتي حسيتي انها اذتك في الموضوع ده؟ المعامله. من مين؟ في تيتشرز بيتعصبوا عليا، في اللي مش فاهمين حالتي، خلاص ما تعمليش، ما تحليش، مش بيعملوا اي مجهود. ما هو عشان مش فاهمين الحاله اصلا. طيب بتتصرفي ازاي لما بيحصل حاجه زي كده؟ بحاول اشرح حالتي، شرحتها اكتر من مره. المفروض اصلا لمين شرحتي؟ لمين؟ التيتشرز بتوعي حوالي كلهم. هو اصلا ما ينفعش هم قايلين لي في اليونت. طب انا معلش، انا هنا عايزه اسال سؤال. هو انت لما بتشرحي لهم وبتقولي لهم انا عندي ديسلكسيا او انا عندي صعوبه قراءه وكتابه، معلش بتلاقي المدرس او المدرسه اساسا فاهمين انت بتقولي ايه، ولا اول مره يسمعوا عن الموضوع ده؟ معظم الوقت اول مره. اول مره بيكون رد فعلهم ايه بقى؟ في مدرسين بيتفاجئوا، في مدرسين بيقولوا ازاي، في حاجات كتير بالله. طب انتي طلباتك ايه في الموضوع ده، في قصه المدرسه والمدرسين يا كنزي؟ ان هم يعملوا قسم بس للديسلكسيا بس، ويفهموا كل الناس اللي في المدرسه. يعني مثلا زي في يوم في كل مدارس بيتكلموا عن الصعوبات بتاعه التعلم، كل حاجه يجيبوا فيها الديسلكسيا يتكلموا عنها. اوكي، اتعرضتي لاي نوع من انواع التنمر من الستودنت نفسهم بقى، الطلبه؟ لحد دلوقتي لا، بس في بعد. بمعنى الكلاس بتاعي كنت اول ما دخلت البنات قربوا مني فريندز وكده. بعديها الاسبوع اللي فات بعد ما عرفوا ان انا ديسلكسيك، حسيت ان ممكن دي حاجه طبيعيه عشان بنت جديده فيتقربوا منها وبعدين يبعدوا، في ممكن عشان الديسلكسيا برضه دي مش عارفه. بس ايه علاقه الديسلكسيا ان هم يبعدوا يا كنزي؟ عشان متعوده على الموضوع ده، يعني حتى في كل المدارس اللي انا كنت فيها كان في ناس لما تكتشف كده لا يعني ليه دي الليفل اقل مننا، ما ينفعش. عشان عندك مشكله في القرايه والكتابه يعني؟ هما بياخدوها ان هي حاجه لا. المواضيع دي بتضايقك؟ يعني انا شايفه الديسلكسيا دي حاجه تقوينا مش تضعفنا. احنا بنبذل مجهود اكتر عن كل الناس. صح، برافو عليكي. طيب قولي لي، اهلك في البيت، ماما بابا اخواتك، كانوا داعم ليكي ازاي في موضوع الديسلكسيا ده؟ ماما اكتر واحده بتدعمني في البيت. اخواتي لسه مش بيفهموا الموضوع قوي عشان صغيرين. انت كبيره؟ انا الكبيره. بس كده. الكومفورت زون بتاعتك مين؟ ماما، البست فريند، وخاله. عشان هم 3 اللي عارفين وعارفين يتعاملوا، صح؟ ازاي عارفين يتعاملوا معاكي ازاي؟ البست فريند بتاعتي مش بتضغط عليا ان انا اكتب، دايما فويس مسجز، وبتساعدني في الموضوع. يعني هي تاني اكتر انسانه ساعدتني ان انا اتعلم اوصل ليفل تاني من الديسلكسيا، ان انا ابدا اقرا حاجات بسيطه. ماما بتحاول تفهم الناس اللي حواليا كلهم، عشان ما تتحطيش في موقف محرج بالنسبه لك.
من غير ما تحسسني انها مختلفة، وبتدعمني جدا في كل حاجة. وخلوا بيدعم برضه زي ما لو سألتك هنا لو عايزة تغيري حاجة في نظام التعليم تغيري ايه؟ ازاي بيبصوا لنا احنا طبيعيين جدا. الفرق بس ان احنا في حتة مختلفة بسيطة. بنتعلم زيكم بالظبط، بس بنقرا وبنكتب اقل منكم. عايزه قسم معين للديسلكسيا، بس عايزاهم يعملوا جروبس نتكلم فيها عن الديسلكسيا نفسك الموضوع ينتشر اكتر من كده. يبقى في lessons عن الديسلكسيا او عن كل الصعوبات عامه. صح. طب كنزي، هو انت خدتي اي سيشنز نفسيه للموضوع ده؟ كتير. حسيت اخدتي ايه؟ كان في كنت باخد كورسز عن ازاي اتعامل مع الديسلكسيا. كنت بتعلم ازاي اكتب واقرا في الكورسز دي. وكان ماما جنبها بتوديني لحد عشان هاو تو فيس ازاي تقدري تواجهي ده، صح؟ جابت نتيجه كويسه جدا عشان انت بجد فاهمه الحاله، وفاهمه يعني عارفه ازاي تتعاملي بيها. وانت يعني مش الموضوع مش هزك، فاهمه قصدي؟ فدي حاجه كويسه قوي، لازم تستغليها وتفضلي تستخدميها عشان تعرفي تعدي موضوع المدرسه. لو قلت لك وجهي رساله للمدرسه اللي انت فيها دلوقتي من غير ما نقول اسمها خالص، تقولي ايه؟ المعامله تبقى احسن. انا بس عايزه التيتشرز بتوعي يفهموا الكيس، عشان في مشاكل كتير بتحصل، وبرضو يفهموا الستودنتس عشان في مواقف بتحصل مش لطيفه، فانا مضغوطه في النص ما بين كل ده. طيب مسج صغيره للي عندهم ديسلكسيا زيك تقولي لهم ايه؟ ان احنا مش مختلفين، احنا زي كل الناس واقوى كمان. يعني انا دايما بقول ان dyslexia it's not a disability, it's an ability. صح. فيعني ما تخلوش حد يأثر عليكم بكلامهم. طيب عندك معلومات بقى؟ عندك معلومات عامة؟ عن ايه؟ هنشوف دلوقتي. يعني حاجات بسيطة هختبرك فيها كده، هي زي لعبة صغيرة يعني. تعرفي مثلا الكيلو فيه كام متر؟ 100 تقريبا. لا. طب الكيلو فيه كام ربع؟ 4. صح. طيب تعرفي مين هو دكتور أحمد زويل؟ دكتور القلب؟ لا. طيب تعرفي ايه اسم الكوكب اللي احنا عايشين عليه؟ ايرث. مين؟ ايرث. هو انا عارفه اليونيفرس جالاكسي بالعربي. مجرة التبانة. ايه؟ كوكب مجرة التبانة؟ لا مش الكوكب، هي المجرة اسمها كده. الكوكب اللي احنا عايشين عليه اسمه كوكب ايه؟ لا مش عارفة؟ لا. قولي والله العظيم مش عارفة. طيب مش مشكلة، ما تتفرجي على الحلقة بقى تبقي تعرفي احنا على كوكب ايه. طيب تعالي نلعب صح ولا غلط؟ ماشي. التعبان بيغمض عينه وقت ما بيجي ينام، صح ولا غلط؟ غلط. طب عارفة ايه الصح؟ او عارفة غلط ليه؟ عشان يشوف لو في حيوان هيجي يعمل فيه حاجة. طب ايه ده كده كل الحيوانات ما بتغمضش عينيها وهي نايمة؟ لا بتغمض. طب اشمعنى التعبان؟ عشان يشوف فريسته برضه. مش عارفة. ماشي. ماشي. طيب البطريق من الحيوانات اللي بتطير مسافات طويلة؟ لا البطريق ما بيطيرش. صح. واعية برافو عليكي، ده انت طلعتي قروبة. ماشي. اجابات معكوسة. ماشي، انا هقول لك جمل وانت جاوبي الاجابة اللي انت عايزة عكس اللي انت عايزة تقوليه. اوكي تمام. الاجابة غلط. هم كلهم كتير ورا بعض ونشوف هتتلخبطي امتى. تمام. يلا. شتمتي راجل كبير في السن وغلطتي فيه. سرقتي الكريدت كارد بتاعت مامي ونزلتي عملتي بيها شوبينج. طيب بتتصنطي على مكالمات بابي. طيب بتكدبي على اهلك طول الوقت.
عملتي كل ده؟ طيب عامله فرحانه قدام اصحابك وانت اصلا مش كويسه ومش فرحانه ولا حاجه؟ لا. شفتي انا قلت انا عارفه ان كده كده هتيجي بعد الخامس وهتقعي لازم. طيب سؤال وعقاب. ماشي، هسالك سؤال والعقاب بتاعه هقوله لك. لو عايزه تجاوبي على السؤال جاوبي، لو مش عايزه هتتعاقبي. اوكي. تمام. طيب شتيمه ماما قالتها قدامك او ليكي او شتمت بيها حد انت فاكراها كويس جدا ومش قادره تنسي ان مامتك قالت اللفظ ده، ايه هو اللفظ؟ دايما بتقول يا بنت اقول لك كلمه يعني بنت ايه؟ كلبه وكده. ولا حاجه. انت صيحتي لماما على طول من غير حتى بتسمعي العقاب، يعني انت جايه تقولي ماما بتقول ايه. اسم واحده صاحبه ماما ما بتطيقهاش. عقاب. اوكي. هتنزلي ستوري حالا على انستجرام وهتكتبي فيها انا مجنونه ومحتاجه اتعالج. طب التليفون مش معايا مع اخره. اذا عندك استعداد تعملي العقاب ده بتهزري عن انك تقولي اسم واحده صاحبه ماما؟ اوكي. طب هجيب لك التليفون. اسم واحده من صحباتك اكتشفتي انها مش سالكه. العقاب. ايه ده؟ يعني هي ماما اول واحده بعتيها بس كده؟ طيب عشان كل الناس سمعتها اوريدي. قولي عشان العقاب في دي هنرش عليكي ميه. ها قولي احسن. اسم واحده من صحابك اكتشفتي انها مش سالكه. مريم. بجد مش بتكتبي عليا صح؟ لا. ما كدبتيش عليا انت في اي حاجه صح؟ قلتي كل اللي انت عايزه تقوليه؟ انت بتفكري في ايه؟ عشان في اكتر من واحده. احنا وصلنا تقريبا للاخر. في اي حاجه تانية انت كنت عايزه تسالي فيها ما اتسالتيهاش؟ لا. تمام. في اي حاجه تانية عايزه تقوليها ونفسك تقوليها انا ما سالتهاش؟ لا، ما قلت كل حاجه. شور؟ احنا خلصنا يا كنزي. اوكي. انا انبسطت معاكي قوي. وانا. وقبل ما اقفل الحلقه دي عايزه اقول لك ان انا مبسوطه بيكي قوي ومبسوطه لقوه شخصيتك وان انت عارفه تواجهي الحاجه اللي عندك. وزي ما قلت لك في البريك ما تخليش حاجه تضايقك، ما تخليش حاجه تحرجك. انت ما فيش اي حاجه تعوقك عن اي حاجه، هتحققي كل اللي نفسك فيه، هتنجحي. وانس ان انت تلاقي الحاجه اللي انا قلت لك عليها بتاعتك اللي هي السترونج بوينت بتاعتك، اول ما تقفشيها هتنطلقي. معلش هتتعبي شويه، هيبقى في شويه صعوبات في الاول شويه، بس ده لازم. هتحسي بحلاوه النجاح لما تكبري. ماشي؟ تمام. ممكن ابوسك بقى؟